سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك والله ما كذبتي. والله سيدي هذا الإنسان اللي في العرائش كأنني والله إن قلبي حينما يحدثني لا يكذب. هذا إن شاء الله واحد البوليسي لا ما خافش نكذب، فهمتي؟ إن شاء الله. قال لك أول مرة، لا قال لك أول مرة شفتك في العرايش. واش أنت واحد البوليسي إن شاء الله ولد الإمام أولا كذبت؟ هذا الإنسان هذا قول له واش بصح واش ولد الإمام ولا كذبت؟ انا هذا اللي قلت لي حدا الجامع د الوفاه ما قال لي نفسي غير واحد البوليسي سبحان الله العظيم كان ساكن في الحومه ديالنا ولا بوليسي في العرائش الا قدر من العائله ديال سواك الله عمر سلا. انا ابن اخت البوليسي، هو ولد خص. والله يا سيدي لا قلبي لا حدثني قلبي علام. صافي انا قلت لك دا واحد الاشاره واخا زعما ما عنديش ظهر الغيب. قال لك هو هذا ماشي علم الغيب، ولكن ما حدثني قلبي والله العظيم الا صحيح. هذا ماشي الانسان اللي هو ولد الامام، هو ياك قال لك هو هذا وي قال لك وي توسع هو خالو، فهمت؟ توسع قال لك هو هذاك. وصافي هادو خاي ولاد بلادي وقلبي من حدثني ما كذبش عليا، ما عنديش شي علم الغيب. ولكن قال لك الله يرحمه، قال لك الله يرحمه، الله يرحمه ذاك الانسان والله يوسع عليه ويرحمنا جميعا ويرحم الحي منا والميت منا، والله يلحقنا في قافله الرحمه في وصال الرحمه في وصال الود لله تعالى. وبالود هو الامام ديال المسجد. الله اكبر الله اكبر. وانت ولد الاخت ديال البوليسي ان شاء الله. وهذوك الناس هذوك سبحان الله العظيم دابا انا قلبي مني هضرتي انت وقلتي لي غير الجامع د الوفاه حداها القلب ديالي علم يعني ماشي عندي علم الغيب ولكن الله علمني. وشكرا جزيلا ونهار كبير هذا بالمواصله معكم. وكي دايرين الحباب وديك الدار بقات خاليه سبحان الله العظيم، وهي دار الدنيا كلها دار خاليه. وهذا هو حال الدنيا ما دامتش ودوام الحال فيها محال، الا اننا باقيين كنشوفوا فيكم زعما الذاكره واخا ندوزو في هذيك الدار ونشوفوها خاويه، باقي معمرينها الارواح ديالكم سبحان الله العظيم واخا تغيبوا. وهذا وصل الخير وشكر الله لكم. وخلينا نعرفوا سميتك ان شاء الله. قال لك وي بقى مهجوره. الاسم ديالو يلا الاسم الاخ ديالي الاسم. والله حينما يحدثني قلبي فانني لا اكذبه. قال لك كبرنا فيها وي كنمشي ليها كنبكي والله. الحمد لله يا اخي العزيز. هذيك هي الدار اللي سبحان الله العظيم انا كنت كنقلب على ذاك الشخص البوليسي وان شاء الله وباقي غنتصل به باش ذاك الدار ان شاء الله ما تبقاش خاليه تعمر، انما خليت السر بيني وبين الله تنتلاقى ذاك الانسان ان شاء الله. غادي نتحدث انا راه درت له متابعه ان شاء الله ما يتواصل معايا غادي نعطيك تهضر معاه. والله العظيم انا قلبي الا حدثني راه ما كاينش فيه الشك اخاي مرضيت انا. قال لك على غادي نبلغ ليه السلام ان شاء الله. والله العظيم مبلغ، وراه حنا ولاد حي واحد، ولاد يعني ولاد لا بغيتي تقول اوكا وحده يعني ديال الزمان واحد، يعني كنا كاملين اطفال في ذاك الحي هذاك. الله يرحمه ويواسع عليه الاب ديالو والله يعاونو الله يرحم الحي والميت. وهذا الشخص هذا سبحان الله العظيم نيت انا كنت باغي نتصل به هذه واحد العامين واحد السنين باقي ما كتبش. وشوف الصدفه خير من الميعاد. الصدفه خير من الف ميعاد. وانا دابا قلبي من حدثني حينما يحدثني قلبي والله لا اكذبه. انا ما عندي شي علم الغيب ولكن القلب فيه علام يا اخي العزيز. اللهم اجعله خير اللقاء خير هذا اخي العزيز. ما عرفتش كيفاش وليتي خاله. الاسم كريم كيفاش توليت؟ وليتي تبارك الله دخل غير بالصدفه. قال لك دخلت غير بالصدفه والله دخلت غير بالصدفه زعما لهاد البات هذا يدك كلها حمراء وفمك حتى هو. سبحان الله درتي التحميره بزاف. نوضوا نغسلوا اخاي. لا ماشي مشكل بلاتي خاله ماشي مشكل. نوضوا نغسلوا السالين والطعام صافي ما بقى. قال لك دخلت غير بالصدفه وانا نلقاك انا في هاد البات هذا. ولا سلام على الطعام ولكن جابت الخضره ماشي مشكل. بلدي ما أجمل كلماتك الجميلة والصادقة ولها معنى كثير. شي غير هذه الكلمة بحال الطيبة بحال هكا راه عرفتي بحال هذا راه بحال ماشي بالكنوز الدنيا كاملة. فهد قال لك ما أجمل الكلمات الجميلة والصادقة ولها معاني كثيرة. والله اتيك باللي في قلبك إن شاء الله ما غادي تكون غير مزيانة إن شاء الله. رشيد تحياتي وإن شاء الله اللي غادي نتزوج بإذن الله في القارب إن شاء الله بسخرة من الله وإذا كان مكتوب ومقدر. الحقيقة احنا ما كرهناش غير تتيح الفرصة إن شاء الله غادي نتزوج بواحد البسيطة إن شاء الله بواحد راعية الغنم. غنزوج أنا وياك في دقة واحدة غيكون غير الخير إن شاء الله كلشي قريب عند الله. غادي نعرضكم ولو في ظهر الغيب ومن عرضكم إن شاء الله. اللي جا مرحبا واللي ما جاش فهمتي معذور والدنيا هانية.
ونعم سيدي هي بالقلوب. يا لا يا اخوان الحضره الكبيره نتوما معراضين من دابا ان شاء الله. والله العظيم ان شاء الله. سميتو العرس المتواضع ديال علاء الدين ان شاء الله، الزواج المتواضع يعني فيه الفاتحه وفيه كتب الكتاب وفيه نعم سيدي القراءه القران وفيه المدح النبوي. ريحان قالت لك الله يرزقك الزوجه الصالحه يا رب. امين امين. واياكم اختي الكريمه ريحانه والله العظيم لاله ريحانه تبارك الله لاله ريحانه. انا كنت دائما كنصحك قالت لك الله يكمل عليك بكل خير ان شاء الله. امين. هذا دعاء الخير، يتبعوا الخير لنا ولكم. كنت كنوصل لواحد البلاصه في واحد الغويبه فيها الريحان وكنقول له لاله ريحانه ويلا معانا ويلا جلس حدانا. سبحان الله مع يمانا، حيت يمانا مسكينه راه هي وحيده ويلا تونسه. وانا داك الريحانه كنقول هذيك البلاصه اللي فيها الريحان، ولكن يمكن تكون ديك الريحانه اللي انا كنخاطبها في داك السر يمكن تكون شي روح في سر او شي روح في خفاء وفعلا كتونس برحمه الله وفي المواقف وربما في الوحده وربما في الشده. وانا كنت كنخاطب داك لاله ريحانه علاش تمشي معنا غير باش تجلس مع يمانا مسكينه وحيده وجالسه ديما بوحدها وتجلس هي تونسها في الله. سبحان الله. ودابا من ذكرتيني لاله ريحانه الله يجعلك دائما الروح ريحاني ان شاء الله. امين. السلام عليكم.